تبدأ قصتنا في المستشفى وبيكون بطلنا نايم على السرير وبيستيقظ بطلنا فجأة من غيبوبة وبيبص على نفسه وبيقول أنا فين ومش بيحس برجليه. وأول ما بيرفع الغطا بنشوف رجليه الاتنين مقطوعين وبيتضايق بطلنا جدا، بس بتدخل عليه أخت وبتكون فرحانة جدا إنه استيقظ وبتوعده إن هي هتمسك السواق المتهور اللي عمل فيه كده وهتنتقم ليه. وبينصدم بطلنا من اللي بيحصل وبيكون متأكد إنه رجع بالزمن لمدة سنة فاتت، وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن من سنة اتعرض بطلنا لحادث سيارة حوله من أصغر بليونير في البلد ورئيس جمعية الشمس المشرقة لمجرد معاق على كرسي متحرك. وفجأة بيدخل عليه شخص وبيقول له مش عايزك تقلق، أخوك جايب لك حاجة تاكلها، وبيكون اسمه شياو تيان. وبيقول لنا بطلنا إنه أكتر شخص بيثق فيه وبيعتبره زي أخوه، بس لما بنرجع لحياته السابقة إنه استغل فرصة الحادث علشان يستولي على جماعة الشمس الدولية، وإنه كان السبب في تدهور حالة بطلنا الصحية علشان يجبر أخته بالجواز منه. وبعدها ظهرت لعبة اسمها الطريق الإلهي وشاركت في تطويرها دول كتير، وكان ممكن نستبدل العملات الجارية في اللعبة بفلوس حقيقية، وكان فيها حقيقة واحدة بس، إن خصائص الشخصية داخل اللعبة ممكن تؤثر على الواقع، وكانت هي دي الطريقة الوحيدة لتغيير قدر بطلنا. بس في الوقت ده ما كانش معاه أي فلوس ينفقها ولا موارد جيدة، وكان شياو تيان بيستغل ثروة بطلنا وبينفقها بجنون جوه اللعب علشان يحصل على أفضل الموارد والمميزات. وبيكون بطلنا متضايق جدا وفي قمة غضبه لأن كان المفترض الحياة اللي شياو عايشها تكون حياته، وبيقرر إنه ينتقم. وبنشوف بطلنا وهو قاعد مع شياو في البيت ومحوطاهم المتفجرات من كل مكان، فشياو بيقول لبطلنا تفتكر الغرفة اللي انت مالتها بالمتفجرات دي ممكن تقتلني؟ فبيقول له بطلنا تعال نجرب ونشوف، وبيضغط بطلنا على الزرار وبيحصل انفجار ضخم، وبنشوف بطلنا وسط الحطام وجسمه متبهدل من انفجار، بس بتجيله صدمة اول ما بيفتح عينه بيشوف شياو قدامه وما حصلوش خدش واحد. وبيقول له شياو مع القوة اللي اكتسبها من اللعبة فالمتفجرات دي ما تقدرش تأذيه. وقبل ما يموت بطلنا بيعرفوا شياو ان اللي حصل لرجليه وموت والديه كان هو اللي وراهم، فبيتعصب بطلنا جدا وبيقول له انه بيرفض الاستسلام، بس شياو بيدوس على راسه وبيقتله. وبنرجع للوقت الحالي وبطلنا بيتساءل عن سبب اعادة احيائه، بس بيقول انها فرصة مش هتتكرر، وبيطلب وقتها من اخته ان هي تبطل عياط، فبتسمع كلامه وبتقوله ان هي ما عادتش هتعيط تاني. وقتها بيفتكر بطلنا موضوع اللعبة وبيقول ان هي صدرت دلوقتي وهتبدأ الناس تدرك حقيقة ان هي بتأثر على الواقع بعد شهر، وهي دي المدة الانسب ليا بما ان اموالي ما اتجمدتش لسه. وفي نفس اللحظة بتشوف اخته تعابير وشه متغيرة فبتقلق عليه وبتجري علشان تنادي على دكتور، فبيمسك بطلنا ايدها وبيوقفها وبيقول لها انه محتاج مساعدتها في شيء ضروري، فبتسأله ايه هي، فبيقول لها ساعديني اشتري كبسولة الالعاب لعبة الطريق الالهي. فبتستغرب اخته من طلبه وبيسمعوا شياو وبيكون مستغرب وبيقول له من امتى وانت بتحب الالعاب للدرجه دي، وايه اللي هيحصل للشركه لو بقيت مدمن العاب. فبيفهم بطلنا انه بيحاول يختبره، فبيرد عليه انه مجرد معاق ايه اللي ممكن يعمله غير اللعب. فبيعرفوا شياو انه سمع ان اللعبه تم اصدارها النهارده وان عدد الكبسولات قليل ما عداش ال 100 كبسوله، وحتى ان سعرها ارتفع ل 300 مليون. فبيسالوا بطلنا اذا كان لسه بيتحكم في فلوس الشركه، فبيوافق شياو ويقول له ما تقلقش هجيب لك واحده، بس من جواه بيبقى مبسوط جدا وبيبقى عايزه يستمتع بلعبته علشان ده هيسهل عليه كل حاجه. وبيقول لبطلنا ما تقلقش بخصوص الشركه، انا والصغيره تونغ هنتكفل بكل حاجه. ولسه هيمسك ايد تونغ فبطلنا بيشدها من قدامه وبيقول له ان تونغ هتستنى معاه النهارده، عايز يقضي وقت اطول معاها. وبيكون بطلنا من جواه مش هيسيب شياو يلمس اخته ولو على جثته، وبيسيبهم شياو ويخرج من الاوضه وبيقف قدام الباب وبيكون متضايق جدا من القاتل اللي ارسله، ازاي ما قدرش انه يقتله في الحادث، وانه في المره الجايه هيبعت دبابه وهنشوف هيقدر يعيش بعدها ولا لا. وبنرجع لبطلنا وهو بيكلم اخته وبيعرفها ان هي تنقل كل فلوسه جوه اللعبه وكمان تبيع كل الاسهم. فبتصطدم تونغ وبتفتكره اتجنن او جاله ارتجاج، فبيرد بطلنا انه مش مريض بس عايز راهن بكل اللي معاه. وبعد 3 ساعات الكبسوله بتكون جاهزه وبنعرف ان ثمنها كان 500 مليون، وبيجهز بطلنا نفسه وبيدخل جوه الكبسوله. واول ما بيدخل اللعبه بنشوف بطلنا بجسمه كامل وبيفرح جدا وبيكون احساسه برجليه واقعي جدا. وبتظهر قدام بطلنا نافذة من اللعبة علشان يبدأ يسمي شخصيته وبيسميها بطلنا شاو جيو وانغ. وبتظهر نافذة تانية وبتطلب منه يختار تصنيفه ما بين محارب وساحر وحارس
وقاتل وفارس وكاهن ومستدعي. وبيكون بطلنا مقرر انه هيختار نفس اللي اختاره في حياته السابقه واكتر تصنيف متعود عليه، وبنعرف انه تصنيف الحارس، وبيجيله اشعار ان تم اختيار تصنيفه بنجاح. وبيكون بطلنا مبسوط جدا علشان كل حاجه مشابهه لحياته السابقه. وبيظهر اشعار تاني لبطلنا بيقول له بما انك لاعب مميز للكبسولات فانت حصلت على مكافاه خاصه سلاله الجن. نعرف ان سلاله الجن بتزود احصائيات اللاعب بقيمه 10%. ومش بس كده، بيظهر رسالة تانية بتعرفه إنه حصل على كتاب تقنيات خاص كمكافأة. وأول ما بطلنا بيفعل المكافأة بيظهر إنه حصل على مهارة كشف نقاط الضعف، وإن المهارة دي بتحدد نقاط ضعف الهدف، ولو هاجم النقاط دي يقدر يسبب من 150 ل 200 من الضرر، وبتستهلك 20 نقطة مانا وبتختفي بعد 120 ثانية. وبما ان بطلنا من اول 100 لاعب اشترك كبسولة فاللعبة بتبعت له صندوق كنز مخصص، فبيتصدم بطلنا وبيقول ان ده ما كانش موجود في المرة اللي فاتت، وبيكون متوقع ان اهم مهارة هتكون جوه الصندوق ده. واول ما بيلمس الصندوق بتظهر رسالة من الصندوق مكتوب فيها ان الصندوق بيحتوي على مهارة نادرة، علشان يفتح الصندوق لازم يشحن ب 500 مليون قطعة ذهبية. فبينصدم بطلنا وبيكون مبلم وبيقول 50 مليون ده بيعادل 500 مليون RMB. وبنعرف ان الRMB دي هي الفلوس الحقيقيه. وبنشوف بطلنا وهو متحمس جدا وبيقول انه لو ما انفقش الفلوس دلوقتي اللاعين تشاو هيستولي على الفلوس كلها، وبيقول للنظام اشحن. وبيظهر اشعار ان تم شحن العملات، وبيكون بطلنا عنده امل انه يحصل على شيء استثنائي. واول ما بيفتح الصندوق بيظهر نور ذهبي قوي جدا، وبيكون بطلنا مش مصدق. وبنعرف انه حصل على مهاره تطوير اسمها مهاره تطوير كل شيء، وبيفعل بطلنا المهاره وبيطور كل مهاراته. وبنعرف ان المهارة دي عندها تأثيرين، الأول هو التطوير البطيء، وبيكون عنده فرصة 100% علشان يطور الأداة المطلوبة لمستوى واحد، وعنده فرصة 5% إنه يطورها لمستويين، وده عن طريق مرحلة وسيطة. وبيكون فيها ملاحظة إن التطوير ممكن يتخطى الحد الأقصى للأداة. والتأثير التاني إن عنده فرصة 100% لتطوير أي غرض بمستويين، مع احتمال 10% لتطوير مستوى ثالث، وبتختفي بعد 24 ساعة. فبيفرح بطلنا جدا لأن المهارة دي هتغير مجرى اللعبة، وبيكون مبسوط إن 500 مليون ما ضاعوش على الفاضي. وبيقرر بطلنا انه يدخل اللعبه لوقت قصير ويختبر المهاره دي بواسطه الادوات اللي هيحصل عليها، بس بيقف للحظه وبيفتكر ان المهاره دي بتحتاج 24 ساعه للشحن. فبيخفي المهاره وبيقرر يدور على اداه، وبيقرر يدور على الاداه ويطورها، وبيفتح بوابه اللعبه وبيوصل على قريه اسمها قريه المبتدئين. فبينصدم بطلنا لانه كان معتقد انه هيبقى اول الواصلين، وبيشوف قدامه مجموعه من اللاعبين بيجروا ورا فرخه علشان يقتلوها وياخدوا نقاط الخبره. فبيسيبهم بطلنا وبيمشي لان عنده اشياء اهم يعملها، زي انه يهزم زعيم منطقه المبتدئين ويحصل على مكافاه القتلى الاولى. وبيظهر اشعار انه دخل على منطقه الوحش البري، فبيتجاهل الرساله لانه عارف انها خطيره، بس لازم يقتل بعض الوحوش علشان يطور مستواه، لانه مش هيسيب حد يسبقه ويستلم الجائزه الاضافيه عند القتلى الاولى للزعيم. وبيفتح بطلنا المخزن وبيكون مصدوم جدا ان كل اللي لقاه هو قوس ودرع مبتدئين، والادوات دي لا يمكن تطويرها. وبنعرف ان لو بطلنا ما طورش اداه فهو كده ما يختلفش عن اللاعبين، وكمان لان المهاره بتستخدم لمره واحده في اليوم. وبيتساءل بطلنا ايه اللي ممكن يطوره، وبتيجي فكره في دماغه وبيخرج اداه التطوير وبينادي تطوير سلالة الجن، وفعلا بتنجح عملية التطوير وبيتحول لون الجن من فضي إلى ذهبي. وبنشوف خصائص مهارة سلالة الجن. أول حاجة بتعزز القوة وبتزود معدل الضرر والضربة القاضية وسرعة الهجوم والمراوغة 50%، وبتزود السرعة 100%. تاني حاجة بتزود الحد الأقصى للحياة ب1000 نقطة، ومع كل مستوى بيتطور بيتضاف 100 نقطة. تالت حاجة هي قوس الحياة، ومن مميزاته إنه في الضربة التالتة بتكون ضربة قاضية مؤكدة. بيفرح بطلنا جدا لأن المهارات الجديدة دي يقدر انه يصطاد الوحوش لوحده في غابة المبتدئين. وبيسمع بطلنا عواء ذئب، وبنشوف ذئب الغابة بيكون من المستوى التاني وقدامه مجموعة من اللاعبين وبيكونوا عايزين يقتلوه علشان مستواهم يرتفع. وبيعجب بطلنا من ذكائهم علشان كونوا فريق لقتل الوحوش في مرحلة المبتدئين، مع ان العمل كفريق بيقلل نقاط الخبرة والمكافأة بس بيكون اكتر امان. بس لسوء حظهم ان هما بيفتقدوا للخبرة، وفعلا بنشوف ان الذئاب بتتجمع وبتحاصرهم وبتهاجمهم، والفريق مش بيقدر يتصدى ليهم وبيموتوا. وبيتحمس بطلنا وبيجرب المهارة الجديدة قوس الحياة، وبيطلق سهم على أحد الذئاب، وبيظهر إشعار إن تم قتل الذئب من المستوى التاني، وارتفع مستوى بطلنا للمستوى التاني وحصل على 100 نقطة حياة إضافية و10 نقاط صحة و5 نقاط خصائص. وبيتم تفعيل التطوير البطيء على لحم ذئب متقدم، وبتكون خصائصه تجديد الصحة باستمرار. وبتظهر قدام بطلنا مجموعة الذئاب وبيكونوا غضبانين جدا وبيجروا عليه، فبيجرب بطلنا المهارة التانية من سلالة الجن وهي زيادة السرعة.
واول ما بيفعلها بيكون زي السهم الطاير، مفيش حد من الذئاب بيعرف يلحقه. وبعد فتره بيبص بطلنا وراه لانه بيحس ان مفيش ذئاب وراه، وفعلا بيتاكد اول ما بيقف وبتظهر رساله لبطلنا انه دخل منطقه البوفالو. وبنعرف ان بطلنا دخل منطقه ذات مستوى اعلى، وان منطقه البوفالو جواها وحوش من المستوى الخامس. وبينادي على بطلنا مجموعه من اللاعبين وبيبقوا بيخططوا لصيد وحوش البوفالو، وبتطلب منه البنت الانضمام لفريقهم لانهم اول ناس دخلوا المنطقه اول ما السيرفر فتح. بس بيوقفها واحد من اصدقائها وبيعرفها انهم مش مضطرين انهم يضموا اي حد، وبعدين هو لسه في المستوى التاني ومش هيفيدنا بحاجه. فبطلنا بيتضايق من كلامه فبيديهم ظهره وبيمشي وبيقول لهم كملوا صيد، انا ماليش في صيد المواشي البريه، افضل ان اكون ذئبا وحيدا. فبيوقفوه وبيعرفوه ان المنطقه اللي جايه خطيره جدا ومحدش راح هناك ابدا، حتى هيكون خطير مع مجموعه زينا. وبيسالوا واحد من المجموعه اذا كان يعرف عقوبه الموت، فبيرد بطلنا انه مجرد مبتدئ ضعيف ما ماتش لسه لو يقدر يعلمه. فبيعرفوا اللاعب انك هتخسر كل العملات الذهبيه وكل معداتك، وبالرغم ان هي لعبه الا ان الالم والياس الناتجين عن الموت بيكونوا واقعيين جدا. ومش بس كده، اسوأ حاجه ان كل نقاط خبرتك اللي عانيت علشان تحصل عليها هتنخفض للنص. بس بطلنا بيكون غير مبالي لكل الكلام ده وبيشكره على التوضيح وبيمشي. فبتسأل البنت صديقها لو يرجعوه ويضموه ليهم لان المكان خطير جدا عليه لوحده، بس بيقول لها سيبك منه، لو عايز يموت فبلاش نوقفه. وبنشوف بطلنا عند باب كهف كبير جدا ومليان جماجم، فبيفهم انها منطقه اكبر زعيم في المنطقه المبتدئين وبيكون شكله جاي علشان يموت. وبنشوف بطلنا كان ماسك جمجمه وهو بيتكلم، واول ما بيرميها بتنزل على تعبان ضخم وعنده هاله قويه جدا. فبطلنا مش بيضيع وقت وبيفعل مهاره كشف نقاط الضعف، وبتظهر رساله ان اللي قدامه هو الزعيم ملك الافاعي من المستوى العاشر، وتم تحديد نقاط الضعف خلف العنق. فبيتحمس بطلنا وبيجهز نفسه علشان يقاتل الزعيم، وبيخرج كوس سلالة الجن وبتهجم الأفعى على بطلنا وبتكون سريعة جدا. بيتفاداها بطلنا بسرعة وبيرمي سهم عليها، وبتبقى الصدمة أول ما السهم بيصيب الزعيم مش بيأثر عليه غير ب 29 نقطة بس، وده نتيجة إن جلد الزعيم قوي جدا. وبيستمر القتال وبيكون بطلنا بيواجه صعوبة في القتال بشكل جيد، ولحسن حظه إن سرعته عالية فده كان اللي مساعده. وأثناء ما القتال مستمر بتيجي فرصة لبطلنا إنه يصيب نقطة الضعف، وفعلا بيرمي عليه سهم بس الزعيم بياخد باله وبيحميها بديله. فبيتضايق بطلنا وبيبدأ ينزل على الزعيم بوابل من السهام وبيقول له يلا نشوف مين أسرع، سهامي ولا ديلك. وفعلا بيحاول الزعيم إنه يصد السهام بس واحد من السهام بيقدر إنه يصيب نقطة الضعف، فبيضحك بطلنا لأن في الآخر سهامه كانت الأسرع. بس وقتها بطلنا بتصدم لأن الزعيم غضب جدا وبدأت تشع من عينه طاقة كبيرة، وبينفخ على بطلنا دخان مسمم وبيحاوطه من كل مكان. وبتظهر رسالة لبطلنا إنه مسموم وهيفقد 10 نقاط كل ثانية. وبيكون الزعيم وقتها تسلق احد الصخور علشان يكون بعيد عن السم ويقلل معدل ضربات السهام، بس بطلنا بيسدد سهم قوي جدا بيقدر انه يصيب الزعيم في نقطة الضعف وبيأثر عليه ب 116 نقطة، والزعيم بيقع على الارض. وبنعرف ان مميزات السهم الحياة ان الضربة الثالثة ممكن ان هي تكون قاضية. وبنشوف الزعيم وهو على الارض وطاقته بتقل بشكل كبير، فبيحاول انه يهاجم بطلنا بشكل مستمر علشان يمنعه من الهجوم، بس بطلنا بيفعل السرعة بتاعته وبيسدد ضربة حرجة للزعيم وما يكونش متبقي غير 370 نقطة وتموت. وبيستعد بطلنا علشان يسدد الضربة الأخيرة بس بيتوتر لأنه بيكون الزعيم بيضحك. بيسدد الزعيم ضربة للأرض بيحصل بيها انهيار للأرض، ودي كانت خطة الزعيم. وبيبدأ إنه ينشر سمه في المكان، وما إن المكان ضيق فالسم بيتراكم وبيسبب ضرر أعلى. فبيضحك بطلنا لأن هو ده المتوقع من زعيم منطقة المبتدئين، عنده لازم يكون عنده بعض الحيل. بيستعمل بطلنا لحم الذئب وده بيديله 20 نقطة في الثانية وزيادة السرعة 10% وهتستمر 20 ثانية. بس بيقول بطلنا ان ال 20 ثانية دول هما اللي هيحددوا الامر. ويفعل بطلنا سرعته وبيقدر انه يخرج من الحفرة وبيسدد ضربة بتيجي في عين الزعيم، فبيحاول الزعيم انه يهرب وبطلنا ما بيدلوش فرصة، بيسدد ضربتين في نقطة الضعف بيقدر بيهم انه يقضي عليه. وبتظهر رسالة لبطلنا انه انتصر على الزعيم، وعند النصر بيتم ازالة السم وبتبارك له انه قتل الزعيم وحقق اول قتلة في السيرفر، وانه ربح مكان في لوحة الشرف، وانه هيتم عرض انجازه قدام كل اللاعبين 3 مرات. وبتسأله لو حابب نحجب هويتك، فبيرفض بطلنا لانه مش هيستخبى تاني. فبتظهر رسالة تاني بالانجاز قدام كل اللاعبين وبيتضايقوا جدا لانه هزم الزعيم وهو لسه في المستوى التاني. وبنرجع عند بطلنا وبيكون مستواه ارتفع للمستوى السابع وبيكون عنده 30 نقطة خصائص بيستعملهم كلهم في الرشاقة وبتزيد احصائياته كلها. وبنعرف ان زيادة الرشاقة عند القتلة بتزود قوة الهجوم والمراوغة وكمان سرعة الهجوم. فبيفرح بطلنا جدا لانها بتكون بداية مثالية
النهاية. وبعد ما بينتهي بطلنا بيروح علشان يشوف ايه اللي اسقطه الزعيم، وبيتفعل التطوير البطيء، وبتظهر رسالة بانه تم تطوير 10 عملات فضة الى 10 عملات ذهبية. فبيفرح بطلنا جدا لانه كده اصبح فاحش الثراء، ومهارات التطوير بتضيء تاني، وبتظهر قطعة كريستالية وبنعرف ان هي عملة نادرة منقرضة، ويقدر يشتري بيها ادوات خاصة وغير معروفة من ال NPC. وبيكون بطلنا سمع عنها في حياته السابقة بس هو ما شافهاش قبل كده، وبيجمع الاغراض اللي سقطت من الزعيم، وبتكون سيف الافعى الذهبية ذو اليد الواحدة، وبيكون مطلوب تصنيف محارب او قاتل. فبيتضايق بطلنا وبيقول انه هيبيعه ويجيب فيه سعر حلو. والعنصر التاني بيكون درع الحراشف الازوري، والدرع بيكون عنده تأثير خاص انه بيضيف 300 نقطة عند بداية المعركة، ووقت الشحن 300 ثانية، بس بيكون المستوى المطلوب هو المستوى العاشر. فبيتضايق بطلنا لانه كده كانه محصلش على حاجة، وبيفتكر وقتها ان النظام الشعبية بعت له صندوق فضي. فبيفتح الصندوق وبيطلع له قوس سلسلة النجوم السبعة من التصنيف الاسطوري. ومن خصائص القوس انه بيرمي 7 سهام باستمرار على الهدف، كل سهم بيسبب ضرر 1% من صحة الهدف القصوى، والمستوى المطلوب هو المستوى العاشر. بيتضايق بطلنا في الاول بس بيكون فرحان لان عند وصوله للمستوى العاشر الضرر اللي هيسببه هيكون كبير جدا، ودلوقتي لازم يرفع مستواه. وبطلنا وهو ماشي بيسمع صوت جنبه، فبيروح يشوفه، وبتطلع بنت بتكون مستخبية من الافعى وبتطلب منه يساعدها، وبنعرف ان اسمها السيدة غو، وهي بتكون شخصية غير قابلة للعب، وبيتقال ان هي بتدي مهام خفية للاعبين. وبيعرفها بطلنا انه قتل الافعى وتقدر تخرج دلوقتي، فبتعرفه ان رجليها مصابة، وبتطلب منه انه يشيلها، وفعلا بطلنا بيشيلها وبيخرج بيها من الكهف، وبتشكره هو وبتعرفه انها هتعتني بيه لما يتقابلوا المرة الجاية. فبيرميها على الارض وبيقول لها انهي مره جايه، فبتخرج خنجر القمر الاسود وبتديه لبطلنا، وبيرفض بطلنا وبيطلب منها تديه المهمه المخفيه. فبترد عليه مهمه مخفيه ايه اللي بتتكلم عنها، انا ما اعرفش حاجه. فبيتضايق بطلنا وبيقول لها ان شكله هيدور على البنت اللي بتحمل اسم غو وعندها 14 سنه وبتعيش في المدينه. فبتتوتر السيده غو وبتساله انت عرفت كل ده ازاي، وبتوافق ان هي تساعده يفتح المسار للمهمه المخفيه، وبتقف على رجليها وبترقص رقصه مع ترانيم، وبتتكون دائرة سحرية تحت بطلنا، وبتقول لبطلنا ان ده اختبار المهمة المخفية تقدر تحصل عليه لو تخطيت الاختبار. فبيشكرها بطلنا بس هي بترد عليه انه مستعجلش في شكرها. فبيستغرب بطلنا من ردها، وبيتصدم لما بيعرف ان هي خلت صعوبة الاختبار على اقصى حد، والفشل فيه معناه ان هيتم اقصائه نهائيا. وبيحاول بطلنا انه يهرب بس ما بيقدرش بسبب الدائرة السحرية، لان دخوله الاختبار بمستوى الصعوبة دي وهو لسه في المستوى السابع معناه الموت. وبتكون السيدة غو عملت كده علشان بطلنا هددها ببنتها، وبيظهر لبطلنا نافذة تفضيل وان تفضيل السيدة غو 0، وبيفهم ان الطريقة الصحيحة لفتح المسار كان عن طريق زيادة التفضيل عند السيدة غو، بس خلاص مفيش طريقة للخروج لان البوابة اتفتحت بالفعل. وبيتضايق بطلنا وبيهددها انه لما يرجع تاني هيدور على بنتها، وبترد عليه سواء نجحت ولا لا الامر يعتمد على مهاراتك. وبنشوف بطلنا بينتقل بالبوابة وبينزل في الصحراء وكل اللي حواليه رملة وبس، وبيفهم بطلنا ان النظام صارم جدا والاختبار معناه اما الموت او النجاح. وبتبدا تظهر اشواك من تحت الارض، وبيستغرب بطلنا ومره واحده الاشواك دي بتحاوطه، وبيستوعب بطلنا انه في خطر، وبيفعل السرعه وبيهرب من المكان، وبيتساءل لو هو ده عدو الاختبار، وبيفعل كشف نقاط الضعف، وبتظهر له رساله التعريف، وبنعرف ان هي دودة الارض الرمليه من تصنيف النخبه، ومستواها الخامس، وقوه الهجوم 45 والدفاع 30 والصحه 2000 نقطه، ونقطه الضعف بتكون داخل الفم. فبيطلق بطلنا اول سهام ليه على نقطة الضعف، وبيقدر انه يأثر عليها ب 130 نقطة. والحزن حظ بطلنا ان الدودة لما بتخرج من الرمال بيسهل اصابتها، ولو قدر انه يصيب كل سهامه هيقدر يقضي عليها. وبتغضب الدودة وبترتفع وبتنزل على بطلنا بسرعة كبيرة، بس لولا ان بطلنا تفاداها في اخر لحظة كان الضرر اللي يسببه يقدر يقطعه القطع. وبتبدأ الدودة ان هي تغوص في عمق كبير، وبيكون من الصعب رصد تحركاته من السطح، وبيكون رشيق جدا تحت الارض، وما بيكونش بطلنا واثق من قدراته على تفادي ضربات الوحش. علشان كده بيدور على مكان يكون صلب ومرتفع علشان يقدر يقف عليه ويقلل الاماكن اللي ممكن يهاجم منها الوحش. وبيلاقي فعلا صخرة كبيرة على مسافة منه، وبينطلق علشان يبدأ خطته. ولما بيقرب منه بيحس بطلنا بهزة في الرمل تحته، وبيكون الوحش، فبيتفاداه بطلنا وبيطلق عليه مجموعة من السهام. وفعلا السهام بتقدر ان هي تصيب نقطة الضعف، وبيكون الضرر مضاعف مع كل ضربة. واثناء ما بطلنا في الهواء بيجهز للضربة الثانية بيطلق عليه الوحش كتلة من الرمال بتأثر عليه ب 52 نقطة، وبتقدر ان هي تقلل
بتقلل بصره ب 50% وبتقلل دقة الهجوم ب 30%، والتأثير ده بيستمر ل 10 ثواني. وبيتضايق بطلنا جدا لأن التأثير بيكون قوي جدا وما بيكونش شايف قدامه كويس، وبيكون عايز يوصل للعمود الحجري، فبيجازف ويراهن على اتجاه وبيقفز بسرعة ليه. وبينجح بطلنا انه يوصل وبيكون تخمينه صح، وبيسمع بطلنا صوت الوحش وبيتساءل لو كان ده صوته وبيغطس في الرمال. وبينتهي تأثير الرمال عليه وبيرجع يشوف بوضوح، وبيخمن بطلنا من هجماته السابقة ان الدودة ليها نمط في الهجوم، وبمجرد ما بتكتشفه هيسهل قتله. وبيجهز نفسه لهجوم مضاد وبينادي على الوحش، وفعلا بيطلع من تحته وبيتفاداه، لكن بتستعمل الدودة مهارة باسك الرمال. وبطلنا بيكون مجهز نفسه لانه بيستخدم العمود كساتر وبيقدر يغير اتجاهه في الهواء. وبيطلق بطلنا مجموعة من السهام وبتصيب الدودة بضرر مضاعف، ومش بيضيع بطلنا وقته، بيندفع على الدودة بوابل من السهام. وبيجي وقت الضربة الأخيرة وبتموت الدودة، وبيجي رسالة لبطلنا ان مستواه ارتفع ووصل للمستوى الثامن، وانه هيحصل على 10 عملات نحاسية وتم تطويرهم ل 10 عملات فضية، وكمان حصل على أحذية رملية بجودة برونزية وملهمش ترقية، بس بيكون عندها تأثير خاص، وان هي بتسرع حركته في المناطق الرملية. وبيتضايق بطلنا جدا لان رغم حجم الوحش الا انه ما بيكسبش حاجة ذات قيمة عالية. وفجأة بتتوهج احد الكلمات الموجودة على العمود، وبيشوف بطلنا ان في 8 كلمات متطابقة، واللي اتوهجت هي اول واحدة بس. وبيفهم ان لازم يقتل كل الوحوش في المكان علشان يجتاز الاختبار، وكل مرة هيقتل وحش هتتوهج كلمة، وبتظهر قدامه 7 وحوش مرة واحدة. وبيقول ان لولا الاختبار فالمكان ده كويس جدا علشان يرفع مستواه، بس دلوقتي مش من الامن وجوده على الارض، لان مهما كان سريع ما يقدرش يتعامل مع العدد ده دفعة واحدة، وان الحشرات بتهاجم بناء على الاهتزازات الارضية. وبيفضل يفكر ازاي يخلق اهتزازات ارضية من مسافة امنة. وبيقول انه لو اطلق سهم على الارض فتأثيره هينبه عدد حشرات في وقت واحد، وفي الوقت ده المكان الوحيد الامن ممكن انه يتدمر، علشان كده لازم يستدرجهم لبره ويقتلهم واحد واحد. وبتيجي فكرة جهنمية في دماغ بطلنا، وبيفتح المخزن بتاعه وبيخرج العملات الفضية لان العملات النحاسية هتكون خفيفة جدا، وبيرميها على الارض. وفعلا بتنجح فكرته وبيخرج واحد من الديدان، وبيكون بطلنا مستعد وبيطلق عليه سهم، بس بتكون زاوية الضرب بتخلي من المستحيل اصابة نقطة الضعف. وكمان دفاع الوحش مرتفع جدا لان كل ضربة بيتسبب 35 نقطة ضرر بس بطلنا مش بيهتم بده، وبيقول ان عنده فلوس كفاية. وبعد مرور 4 ساعات بيكون بطلنا تعبان جدا وكل الوحوش ميتة حواليه، وبتجيله رسالة من اللعبة ان مستواه ارتفع للمستوى العاشر وعنده 15 نقطة سمة غير مخصصة، وكسب 80 عملة فضية، وزادت المانا 30 نقطة والصحة 330 نقطة. وبيفرح بطلنا جدا لان الوحوش دي بتدي نقاط خبرة كبيرة جدا، وبيفتح تقييماته وبنشوف ان حظه صفر، فبتسأل لو كان ده السبب ان ما بيطلعلوش غنائم كويسة، فبيخصص كل نقاط السمات للحظ. واول ما بيرفع الحظ بتطلع له شاشتين ان معدل الاصابة زاد ل 81 والتهرب ل 16، وبيفهم بطلنا السمتين دول مرتبطتين بالحظ. وكمان بتظهر رسالة انه تم تنشيط التطور السلبي وبيتفعل على واحد من الوحوش، وبتتوهج باللون الارجواني، وده معناه انه عنصر اسطوري. فبينزل بطلنا بسرعة علشان يشوف هيحصل على ايه، وبنشوف انه حصل على مهارة الهروب الرملي من تصنيف اسطوري، وان هي بتخليه يتحرك في الرمال بحرية، بس ما بيقدرش يعدي في الاراضي الصلبة وما بتكلفش اي نقاط مانا. فبيتضايق بطلنا جدا وبيستغرب ان المهارة دي من المهارات الاسطورية، بس ممكن يستفيد منها لابقائه على قيد الحياة او في حالة الهجمات المفاجئة. وبيطلب من النظام ان هو يتعلمها، ويفتكر ان بما انه وصل للمستوى العاشر فيقدر يستعمل مهارة سهم النجوم السبعة، وبيطلب من النظام انه يتعلمها كمان. وكمان درع الحراشف بيلبسه، وبيفرح جدا انه بيحس بتعزيز كبير. وبتساءل بطلنا ايه اللي هيحصل بعد ما قتل الوحوش وجمع الغنايم. وفجأة الكلمات اللي على العمود بتتوهج جامد جدا، وهزة ارضية بتحصل في المكان، وبيفتكر بطلنا انه زلزال، بس بتتفتح قدامه بوابة، وبيفتكر ان المكافأة الحقيقية جوه البوابة. بس وهو نازل بتيجي اخته بتنادي عليه لان الاكل جاهز، وبتكون متشعلقة على الكبسولة، وبتقول له ان هي صنعت له طبقه المفضل. فبيزعق لها بيطلب منها ان هي تنزل، وبيجي له تنبيه من اللعبة ان في شخص بيتصل، وبتسأله لو كان هيخرج من اللعبة، بس هو بيرد لا مش هخرج، لان الخروج قبل اكمال المستوى هيمنعه من الحصول على المهنة المخفية بشكل دائم. فبيطلب من اخته ان هي تسيبه دلوقتي، وبيكمل بطلنا جوه البوابة، وبتيجي رسالة باللون الاحمر بتحذره ان المنطقة دي بتكون خطرة جدا. فبيفهم بطلنا ان هي غرفة الزعيم، وبيظهر قدام بطلنا سلطعون كبير جدا، وبنعرف ان هو الزعيم ذهبي واسمه ملك الرمال، وبتكون احصائياته مرتفعة جدا. فبيفعل مهارة كشف نقاط الضعف، فبيظهر له ان مفيش نقطة ضعف، فبتوتر بطلنا. واول ما بيهجم السلطعون عليه بيقدر بطلنا انه يتفادى الضربة، بس ده ما بيكونش كفاية لان الضربة بتولد موجة بتقدر ان هي تسبب ضرر حقيقي عليه، ولولا درع الحراشف لكان بطلنا في عداد الموتى. فبيتضايق بطلنا جدا وانه لازم يلاقي طريقة لقتله، مش مجرد
وبيتفادي ضرباته. الصدمة الأكبر لما بطلنا حاول إنه يسدد عليه سهم أثر عليه بنقطة واحدة بس، فبيهجم الوحش على بطلنا، فبيقرر بطلنا إنه يستعمل سرعته وإلا هيتصاب بنتيجة موجة الضربة، وبينجح بطلنا إنه يتفادى الضربة وبينط في الهواء وبيستعمل سهام النجوم السبعة المترابطة. والمهارة دي بتسبب ضرر 1% من الصحة القصوى وبتتجاهل الدروع، وفعلا طاقة الوحش بتقل بنسبة كبيرة مرة واحدة، وبيغضب الوحش جدا وبيهجم بعنف على بطلنا. ومن شدة الضربات بتيجي رسالة إن تم إلغاء تنشيط الدرع، وكمان الصحة قلت ب100 نقطة. وبيوقفش الوحش وبيكمل هجوم، فبطلنا بيحاول إنه يهرب من قدامه وبيطلع فوق الجسم الوحش وبيجهز نفسه علشان يهاجم بمهارة السهام السبعة، وبتجيله الصدمة إن المانا نفدت منه، ولو عايز يستخدم المهارة يبقى هيستنى 4 دقايق لاستخدام المهارة مرة تانية. وبنرجع للقتال تاني وبنشوف السلطعون وهو بيحاول يقفز للسقف، بس سرعته بتكون مش كفاية وبيقدر بطلنا إنه يهرب من فوقه قبل الاصطدام. وبتيجي رسالة لبطلنا إن تم اكتشاف نقطة الضعف وتحديدها، فبيتصدم بطلنا جت إمتى وإزاي. وأول ما بيعرف إن نقطة الضعف هي البطن بيفهم وقتها ليه ما قدرش إنه يشوفها من الأول، وده لأنها كانت مخفية تحته. بس تيجي رسالة مكتوب فيها الخطر النهائي لملك الرمال، إذا علقت فيه هيسبب 100 نقطة ضرر وهتتقيد حركته وهيكون معمي 60 ثانية. وبطلنا بيتصدم لأن الوحش بيكون فعال للهجوم النهائي، ما بيقدرش يهرب من ضغط الرياح القوي جدا، حتى ما بيقدرش يحرك رجله ومفيش مفر من تلقي الضرر كامل. بس بطلنا بيستغل ثغرة وبيفعل مهارة الموهبة الحرجة وبيسدد ضربة بتقدر إن هي تصيب الوحش في نقطة الضعف، وبتختفي من قدام الوحش وبيظهر تاني وبيسدد ضربة تانية. بس الوحش بينشط العاصفة مرة تانية على بطلنا، وبنكتشف إن بطلنا فعل مهارة الهروب الرملي وبيهرب من قدام الوحش وبيطلع في مكان تاني. وبيفرح بطلنا جدا لامتلاكه المهارة دي وبيسدد مجموعة من الضربات بتقدر إن هي تقلل صحة الوحش بشكل كبير، وده بيخلي الوحش يتلوى من الألم وينزل على الأرض. فبيضحك عليه بطلنا وبيقول له المكان فوق مش مريح ولا إيه، بس الوحش بيهجم على بطلنا وبطلنا بيهرب من تحت الأرض ويطلع من مكان تاني يهجم عليه وينزل تاني. وعلى الرغم إن الهجمات مش بتسبب ضرر كبير، بس هي بالتأكيد مستفزة، وفعلا بيتضايق الوحش جدا وبيزعق في بطلنا وبيستغرب إن هو بيعرف يتكلم. وبعد 3 ساعات من القتال الطويل صحة بطلنا بتوصل ل 720 نقطة، بس بيفرح لأن مهارة سهام النجوم السبعة جاهزة للاستخدام. وبيتجهز بطلنا عشان ينهي القتال وبينادي على الوحش لو كان استريح بما فيه الكفاية، لأنه لو ما اتحركش هيبدأ هو الضربة الأولى. وبتكون صحة السلطعون وصلت ل 1160 من 6000 نقطة، فبيرد عليه الوحش إنه مستسلم لأن الضرر البطيء والتدريجي مؤلم جدا، وبيتوسل إنه ينهي أمره بسرعة. فبطلنا بيستغرب من رد فعله، بس بيضحك لأنه هو كمان مش عايز القتال يطول أكتر من كده. وبيعرفه إن دفاعه كان مرتفع جدا، وبيطلق سهام النجوم السبعة وبتطلع له رسالة بتهنيه علشان نجح في قتل ملك الرمال، وتم مضاعفة خبرة التحدي بمقدار 1.5، ومستواه ارتفع 3 مستويات. وبيفرح بطلنا للمستوى اللي وصل له وبتوقع إنه أول واحد يوصل للمستوى ده في يوم واحد. وبتظهر رسالة تانية بتهنيه إنه حصل على المؤهلات علشان يغير فئته لفئة مخفية وهي صياد الأشباح، وبتسأله لو عايز يفعل تغيير الفئة ولا لأ. وبيكون بطلنا بذل جهد كبير جدا عشان يوصل للحظة دي وبيطلب من النظام تغيير. تبدأ عملية تغيير الفئة وبتجيله رسالة انه نجح في تغيير فئته، وزادت الصحة 200 نقطة والمانا 200 نقطة وقوة الهجوم 20 نقطة وجميع السمات 5 نقط. وبتعرفوا ان موهبة صياد الاشباح في كل مرة بيترقى في المستوى بتزيد نقط السمات من 5 ل7 نقط للتخصيص الحر. وبيفرح بطلنا جدا وبيروح علشان يجمع الغنايم من السلطعون، وبيحصل على كوس اختراق الدروع مستوى فضي، وسماته ان مع كل هجوم بيقل دفاع الخصم بمقدار 5 نقط وقابلة للتراكم حتى 5 مرات. وبيفرح بطلنا جدا لان اخيرا حصل على قوس مثالي للتعامل مع الوحوش اللي دفاعها مرتفع، وبيحصل كمان على قفازات فولاذيه مستوى فضي وملهاش متطلبات للمهنه، وسماتها ان هي بتزود الهجوم 12 نقطه والرشاقه 7 نقط، وكمان بتسرع عمليه تحميل السهام. وكمان بيحصل على سيف ذهبي عظيم مستوى فضي، بس بتكون متطلباته محارب مستوى 12. فبيجهز بطلنا القوس والقفاز وبيقول ان السيف هيبقى يفكر هيعمل فيه ايه بعدين. وكمان بيحصل على تميمه الحياه مستوى فضي وملهاش متطلبات مهنه، ومميزاتها ان هي بتستعيد 10 نقط صحة كل ثانية لما بيكون خارج القتال، وبيتفقد مستواه وبيكون عنده 21 نقطة سمة غير مخصصة بيضيفهم للرشاقة. وبتيجي رسالة لبطلنا انه لعب اكتر من 15 ساعة وهيتم تسجيل خروجه قسرا، فبيتضايق بطلنا جدا لانه بيبقى عايز يكمل، بس بيهدى وبيقول ان كل حاجة ماشية كويس. وبالشكل ده
شياو تيان وكل اللي خانوني هيدفعوا الثمن قريب قوي. وبيخرج بطلنا من الكبسولة وبيشوف اخته نايمة على السرير في المستشفى، وبنعرف انه تم تدليلها زي الاميرات من وهي صغيرة، حتى انها ما كانتش بتحرك صباع لوحدها. وبيبص للاكل اللي هي عاملاه وبيقول ان مظهره وريحته كويسين وشكلها اتحملت كتير علشان تعتني بجسدي بعد الحادث، علشان كده بمجرد ما هكمل انتقامي هتأكد ان هي هتعيش حياة جيدة. وفجأة تعابير وش بطلنا بتتغير اول ما بيحط المعلقه في بقه، وده لان كل اللي بيحس بيه وكأن كتله ملح مغلي جوه بقه. وبتصحى اخته في الوقت ده وبتقول له اخيرا خلصت لعب، وبتفرح جدا انه اكل من الاكل اللي هي صنعته، وبتساله عن طعمها. فبطلنا ما بيرضاش يزعلها وبيقول لها انها كويسه جدا ولذيذه، فبتقول له خلاص يلا بسرعه خلص الطبق كله انت اكيد جعان. بس بطلنا بيتوتر، بتتغير ملامح اخته فبيضطر ياكل غصب عنه. وتاني يوم بتدخل عليه الممرضه وبنعرف انها من البنات اللي بتحب الفلوس، وبتقول له لو احتجت اي حاجه فناديلي بس، وبتعرفه ان هي هتعمل له اي حاجه علشان صحته. فبطلنا بيقول لها بجد خلاص زق الكرسي بتاعي للكبسوله علشان عايز العب. وفعلا بيدخل الكبسوله وبيقول ابدا، واول ما بيدخل بترحب بيه اللعبه وبتعرفه ان اللاعبين جوه اللعبه 300 الف لاعب، وبنعرف ان في خلال شهر قاعده اللاعبين هتتجاوز ال 100 مليون لاعب، فلازم انه يرتقي بسرعه. وبيفتح لوحه المعدات وبيقول انه محتاج يحصل على بعض المعدات الفائقه، وبعد كده هيروح يقاتل الزعيم فوق المستوى 20. وبيدخل بطلنا محل المعدات وبيسأله صاحب المتجر يساعده ازاي، وكل اللي بيشوفه بطلنا بتكون ادوات من برونز واقل. فبيطلب منه بطلنا عنصر الكنز اللي موجود في المتجر، فبيرد صاحب المتجر انه يختار من العناصر المعروضه وهو هيمنحه خصم. اما بالنسبه لكنز المتجر فما عندوش الاشياء دي، وحتى لو كانت عنده فهو مش هيقدر على ثمنها. فبطلنا بيخرج الكريستاله وبيرميها له، فبيتصدم صاحب المتجر وبيعتذر له لانه فشل انه يتعرف على شخص عظيم زيه. وبيظهر ان التفضيل بيزيد 70 نقطه، وبيفتح لبطلنا الباب السري وبيقول له ان العناصر دي المفروض ان هي تتباع بعد 30 يوم من فتح السيرفر، بس هو يقدر يختار واحده منهم. فبيقول بطلنا انها مجرد نفايات مستوى فضي. فبيتصدم صاحب المتجر ازاي مستوى فضي ونفايات، فبيقع عين بطلنا على قناع وبيطلب منه انه عايزه. فبيتبسط صاحب المتجر وبيقول له ان عنده عين جيده لان ده القناع الوحيد الذهبي في اللعبه، وان كان مفروض يتباع ب 200 الف عمله ذهبيه، بس مادام انت اديتني حجر الكريستال هديك خصم 15 الف عمله ذهبيه. وبنشوف ان بطلنا شحن 200 الف عمله ذهبيه وحولهم لصاحب المتجر، وبيكون في غايه الذهول لان ممكن الشخص يقضي سنه كامله بيجمع في 15 الف عمله. وبيقول له بطلنا احتفظ بالخصم انا مش عايزه، بس المره الجايه لما يكون عندك شيء مميز عرفني الاول. فبيوافق صاحب المتجر وبيمشي بطلنا، واول ما بيخرج بطلنا بيلبس القناع وبيبقى بيقدر يتحكم فيه عن طريق زرار عند ودنه، وبتتفتح تفاصيل القناع وبنعرف انه قناع النمر الابيض من الدرجه الذهبيه، وعنده مهاره نشطه على شكل نمر، والتاثير الخاص بيرعب الوحوش واللاعبين اللي اقل مستوى. وبيفرح بطلنا جدا وبيكون هو ده المتوقع من عنصر من الدرجه الذهبيه. وبطلنا وهو ماشي في اللعبه جميع اللاعبين بتنبهر بالقناع جدا، وبيقولوا انه اكيد غش علشان يحصل عليه لان مفيش اي معدات ذهبيه نزلت في المتجر. وبعد شويه وقت مجموعه من اللاعبين بيوقفوه وبيطلبوا منه انه يديهم المعدات بتاعته علشان عجباهم، وبيسالهم ليه يعمل كده. فبيرد عليه احد اللاعبين وشكله هو قائدهم ان ازاي حصلت على معدات عالية المستوى بعد فتح السيرفر مباشرة. اكيد استخدمت نوع من الغش، فعلشان ما تتحذرش اقترح عليك تسلمنا ادواتك. فبيسألوا بطلنا بسخرية يعني انت عايز تسرقني؟ وواحد من المجموعة اول ما بيشوف الناس اتجمعت بيبدأ يصيح وبيقول علموا الغشاش درسا، وبيكرر الناس وراه وكأنهم في مدرسة ثانوي. في الوقت ده القائد بيكلم بطلنا انه من الاحسن له انه يسلموا اغراضه، والا ان هما التلاتة هيقتلوه ويرسلوه لنقطة البداية، وكل مرة هيظهر قرروا ده معاه. فبيغضب بطلنا جدا وبيفعل القناع ومهارة كشف نقاط الضعف، وبيقول انه دايما اينما ذهب بيشوف حمقى بتصدق كل اللي بتسمعه، وكمان اوغاد ما بيتحملوش يشوفوا ناس تانية بتنجح. ومهارة الكشف بتعرفه ان قدامه رامي من المستوى الخامس ومحارب من المستوى الرابع وقاتل مستوى خامس، وبينادي عليهم التلاتة يهجموا عليه دفعة واحدة، وفعلا بيعملوا كده. وبيفعل بطلنا مهارة شكل النمر وبيظهر قدام اللاعبين نمر ابيض قوي جدا وعنده هالة شريرة، فبترعب اللاعبين جدا لدرجه انه من الرعب بينزل دم من بقهم. وبيقول لهم بطلنا تذكر هذا الاسم نبيذ الصباح وانت مرحب بك تاتي في اي وقت. واول ما بيسمعوا احد اللاعبين وبيحس ان شافه قبل كده وفعلا بيفتح قائمه ترتيب المتصدرين، وبنشوف ان بطلنا بيحتل المركز الاول بجداره وبيسيبهم وبيمشي. وبنشوف بطلنا رايح عند كوخ صغير وكان بيدور هناك وبيلاقي بنت صغيره، فبينادي عليها بطلنا وبيقول لها ايتها الصغيره انت تعرفي السيده غو. فبتضايق
البنت وبتقول له انا مش صغيره وانت كمان مش عجوز علشان تناديني بالفتاه الصغيره. فبيقول لها انت بنت السيده غو لينغر صح؟ فبتستغرب البنت وتسال هو عارف اسمها ازاي، وتساله انت عايز ايه؟ فبيقول لها ان هي وعدته انك هتتزوجيني بعد 5 سنوات. فبتعيط البنت وبتجري وهي بتقول جوزتيني ليه يا ماما؟ وبتسمعها السيده غو فعلا وبتقول لها انت بتقولي ايه؟ مين اللي قال كده؟ فبيظهر بطلنا قدامها وبيرحب بيها وبتكون مستغربه انه ازاي اجتاز التجربه بالمستوى الصعب، وبيقول لها فاكره وعدي ليكي اول ما هخرج هاجي وهدور على بنتك وانا عند كلمتي. وبتساله عايز ايه؟ ولو تجرأت وعملت اي حاجه غير لائقه هرحل. فبيستغرب بطلنا وبيقول لها بلاش تبقي متوتره كده، كل اللي عايزه هو خريطه الزنزانه المتوسطه. فبترد عليه ان ما عندهاش حاجه، وبيفتكر بطلنا المره اللي فاتت وانه مش هيغلط نفس الغلطه. وبيخرج بطلنا كريستاله وبيديها للسيده غو وبيقول لها دي بشكرك بيها علشان فتحتي لي اختبار الفئه الخفيه، خديها. فبتفرح السيده غو جدا وبترتفع تقديرها ل 50 نقطه، وبتكون مش مصدقه ان هي ليها، وبتخطفها منها الصغيره غو. بتبقى معجبه بجمال الكريستاله وبتشكر بطلنا وبتنادي عليها والدتها انها ترجعها، هما مش عايزينها. وبترفض الصغيره فبتستسلم السيده غو وبتعرفه ان القواعد بتقول ان تسليم الخريطه لازم بعد 20 يوم من فتح السيرفر، بس علشان الجوهره النظام ادى رئيسه القريه الاذن بتوزيع الخريطه على اللاعبين اللي بيحبوا التحديات. وبتقول له الصغيره ان هي عارفه مكان رئيسه القريه وهتاخده هناك. وبنروح عند رئيسه القريه وبنشوفها وهي بتريح في الهواء الطلق، وبتجيلها الصغيره غو بتعرفها ان في حد عايزها، وبتستغرب وبتسال مين اللي هيكون عايزها. فبيجي بطلنا وبيدخل في الموضوع على طول وبيطلب منها خريطه الزنزانه المتوسطه لمغادره قريه المبتدئين. فبتضحك الرئيسه وبتقول له ما تتسرعش، انت لسه ما عدتش المستوى ال 13، امشي دلوقتي وتعالى لما توصل للمستوى 20. فبيرمي لها الجوهره. فبتساله لو بيحاول يرشيها، وبتعرفه ان هي بقت رئيسه القريه علشان شخصيتها المستقيمه والصادقه، وبتتغير ملامحها وبتعرفه ان هي بتعمل ده لمصلحته. فبتتدخل الصغيره غو بتقول لها بما انك مستقيمه وصادقه اعيدي لاخي الكبير الجوهره. وبيفرح بطلنا لان الصغيره غو مش مزعجه لدرجه كبيره، وبيطلب من الرئيسه لو لمصلحتي فعلا اديني الخريطه. فبتعرفه انه في المستوى ال 13 واقل وحش هناك في المستوى 20، وذهابه هناك هو حكم بالاعدام، علشان كده ما اقدرش اديها لك. فبيقول لها بطلنا ايه رايك لو اثبتت قوتي؟ فبتضحك وبتقول له شكلك محتاجها قوي، خلاص موافقه. وبتعرفه ان عندها مهمه لو اكملها هتديله الخريطه، والمهمه هي ان كل سنه بتتعرض القريه لهجوم من مجموعه ذئاب، واحيانا بيجي بعض اللاعبين للمساعده في صدهم، بس ما بيقدروش يحلوا المشكله بشكل كامل علشان ورا مجموعه الذئاب في قائد اسمه ملك الذئاب الابيض، اقتله وهات جلده. وبتظهر رساله لبطلنا انه حصل على مهمه جانبيه. ملك الذئاب الابيض مستوى الصعوبه عاليه والكفاءه خريطه الزنزانه المتوسطه ولقب قاتل الذئاب وسروال الذئب الابيض تصنيف فضي. وبتساله يقبلها ولا لا، فبيوافق بطلنا وبيقبلها، وبيقول للرئيسه جهز الخريطه علشان هرجع قريب. وبتمسك غو ايده وبتقول له انها هتيجي معاه. فبطلنا بيتجاهل كلامها وبيقول لها ارجعي لوالدتك، بس بترفض الصغيره غو وبتقول له ان هي كمان عايزه تحمل قريه وتهزم الذئب الابيض. فبينادي بطلنا على الرئيسه وبيطلب منها تسيطر على سكان قريتها. فبيظهر لبطلنا اشعار ان شرط اكمال المهمه انه لازم يحمي غو لانغلي. فبتصدم بطلنا وبتتسلق الصغيره غو على كتفه وبتقول له مش انت قلت انك عايز تتجوزني في المستقبل؟ علشان كده مش هسيبك تروح في مغامره لوحدك. وبيتحرك بطلنا وبيودعوا الرئيسه، وبنشوف بطلنا وغو في غابه، وبيكون الليل حل عليهم، وبتكون غو خايفه جدا من المكان. وبيسمع بطلنا صوت جاي من مكان قريب، فبيقرر يروح ويسال عن الاتجاهات. وبنشوف ان الصوت جاي من مجموعه صيادين بيحاربوا في الذئاب وبيقتلوهم. وبيسالهم بطلنا عن مكان وقر الذئاب، وبتكون المجموعه بتضم 4 لاعبين. وبيرد عليه المحارب من المستوى السابع انه عايز يعرف ليه، وبيعرفوا ان المنطقه دي محجوزه ليهم بالفعل. وبيستغرب بطلنا هو يقصد ايه بمحجوزه، فبيعرفوا اللاعب انه من عصابه الثعبان الاخضر، وان المنطقه دي وكمان منطقه الجاموس محجوزين لعصابتهم، ولو هو عايز يزود مستواه يبقى لازم يدفع رسوم او يرجع القريه ويقتل في الفراخ. وايه قصه الفتاه الصغيره؟ هي مش لاعبه صح، هي شخصيه غير لاعبه لمهمه. فبيرد بطلنا انه ما يخصوش، واثناء ما بيتكلموا بتقول غو ان في شيء قادم. فبيحس بطلنا بهاله شريره قويه جايه من ورا اللاعبين، فبيمسك غو بيجري بسرعه في اتجاه المعاكس علشان يهرب منها. وبتتساءل غو لو المجموعه دي غبيه ازاي ما حسوش باي من نيه القتل القويه دي. واول ما مجموعه اللاعبين بيبصوا وراهم وبيشوفوا ملك الذئاب بيعوي وبيهجم على البنت منهم وبياكلها. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو وصلت لحد هنا انزل قولي في الكومنتات لو حابين تشوفوا الجزء التاني. انا اخوكم هانتر، اشوفكم بخير في فيديو جديد.